حبايب قلبي، شايفين القرنبيط الجامد ده؟ هنعمله مع بعض بكل تكاته وقرمشته. شايفين؟ بصوا، شايفين سر القرمشة دي؟ هنعرفها مع بعض. حاجة كده جميلة جدا. كفر الخارجي عاملينه زي شرايح البانيه، مش عاملينه وردية. فهيعجبكم قوي قوي قوي. طبق السلطة الجامد ده معاه. تابعوا معانا لاخر الفيديو وعرفوا طريقته وطريقة الخلطة وطريقة القرنبيط نفسه. يلا تابعوا معانا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة بقى هنعمل معانا مع بعض أكلة القرنبيط. القرنبيط ده من الأكلات الشتوية اللي كله عناصر غذائية جامدة جدا، وحلو جدا على فكرة للتخسيس. رغم انه فيه حاجات كتير بس هو فعلا بيخسس. عايزة اقول لكم الأكلة دي من الاكلات الجميله جدا. وبعد الوصفه دي بجد حتى اللي ما بيحبش القرنبيط هيحبه، لان هيلاقيه الكفر بتاعه متقرمش وبطريقه سهله جدا وبسيطه. يلا نبدا مع بعض. احنا معانا هنا قرنبيطايه، معانا هنا حزمه كزبره. التكايه بقى بتاعتنا عودين بصل اخضر. دول يعني حلوين جدا، هيدوا طعم وطريقة جديدة جدا وحلوة. لو مش حابة تحطيهم مفيش مشكلة، بس هيدوا طعم حلو قوي عن تجربة. عندنا هنا عصير طماطم. مكان المية او اللبن احنا مش هنحط لبن، احنا هنحط نكتفي بس ببيضتين. لو عندنا بيضة كبيرة تمام، ما عندنيش يبقى بيضتين صغيرين. معانا هنا توم مفروم. معانا دقيق طبعا، والنشا، كورن فلاور. ومعانا بقى هنا ملح وفلفل وكزبرة وكمون. نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. أول حاجة عشان نستفاد بالوقت بتاعنا عشان ما نطولش عليكم، هنقطع القرنبيطة دي ونحطها هنا في مية باردة ويغلوا مع بعض. هيغلوا كام؟ 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق أو 9 دقايق بالكتير، مش هنطول عن كده. احنا نقطع القرنبيطة اهي دلوقتي. نتاخد بس كده الحاجة دي، نقلب كده القرنبيطاية. هنشيل كده كل الايه العروق بتاعتها الخضراء. انا جايبه لكم الطريقه بالظبط عشان خاطر اللي لسه اول مره، يعني كان ممكن انا اقطعها، بس اللي اول مره تعملها مش تبقى عارفه هتعمل فيها ايه. نشيل كده، هي تبقى ناشفه شويه. احنا فتحناها كده، هنقطعها. نمسك كل ورديه. دي اسمها في بلاد بره الزهره البيضه، احنا عندنا اسمها القرنبيط. هي فعلا عامله زي الزهره زي ما انتم شايفين كده. هناخدها ننقلها على الحوض على طول، نغسلها. هنشطفها كويس واقول لكم نعمل ايه دلوقتي. هنمسك كده زهرة زهرة زي ما انتم شايفين كده. دي بتبقى ايه ناشفة شوية، هنقشرها كده. تمام. ونكمل بقى عادي بقت ايه القرنبيط بتاعنا. عشان مطولش عليكم هعملها انا على طول وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، احنا حطيناها اهو في ميه بارده زي ما انتم شايفين كده اهو. هنحطه بقى على النار. بصوا بقى بعد ما حطينا القرنبيط على النار، نستفاد بالوقت نعمل ايه. هنجيب بقى الخلطه اللي هنعمل فيها القرنبيط، هنغمس فيها القرنبيط. حط كده هنا كوبايتين دقيق. طبعا احنا بنعمل بالدقيق اللي هو التاني المعجنات، لكن بالنسبه للقرنبيط عادي دقيق سايب زي كده، مش هيقول لا. نحط هنا كوبايتين، خليها 3 عشان القرنبيطه بتاعتنا كبيره. لو القرنبيطه بتاعتك صغيره او عايزه تجربي في قرنبيطه صغيره، يبقى هتقللي الكميه. حطينا هنا كده 3 كوبايات دقيق. تمام. هنحط عليها ربع كوبايه من النشا او كورن فلاور زي ما بنقول اهي. نحط كده ربع كوبايه كده اهو. تمام.
بعد كده هنحط الملح والكمون والكزبرة كله مع بعض كده، ونحط معلقة بيكنج باودر او كربونات صوديوم. هتبقى حلوة جدا، بس معلقة صغيرة زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى هنا كده سنة شطة، حبة بسيطة جدا زي ما انت شايفة كده. لو بتحبوا الحاجة سبايسي يعني ممكن تكتريها. طيب تمام، هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض زي ما انت شايفة كده. قلبي كويس. كده احنا قلبنا اهو. نعمل بقى ايه؟ هنحط بقى البيضايه. لو بيضه كبيره تمام، مش بيضه كبيره نحط بيضتين صغيرين زي ما انتم شايفين كده عليها. طبعا ما نرميش قشر البيض زي ما احنا عرفنا فايدته ايه، بشوفوا الفيديو على القناه سر قشر البيض. هنحط بقى كده سنه فلفل اسمر على البيضه على طول كده مباشره، عشان خاطر ايه؟ الزفاره كده اهو مباشره. هنحط بقى الثوم اللي احنا قلنا عليه دقناه اهو كده كله على بعض. دي كميه كبيره كفايه دولت. هنقلب بقى كل الكلام دوت، ونحط بقى كده ناقص البصل الاخضر والكزبره. هنعملهم ونرج بس كده شويه. هنحط هنا الطماطم. دي الطماطم يا جماعه دي سر اللون الوردي الجميل للزهر بتاعنا القرنبيط بتاعنا. حاجه كده جميله جدا، جربوه بجد بالطريقه دي. ما تحطيش لبن، ما تحطيش ميه، حطي طماطم بجد. انا اتعلمت الحركه دي من حماتي وبصراحه يعني حلوه قوي قوي قوي. نقلب كده. مش هنحط طبعا، ما حطيناش الكميه كلها، حطينا جزء. بصوا لونها بينك ازاي. هنقلب بقى طبعا لحد ما يبقى عامل زي ايه، ميه الكريب كده، لحد ما تبقى عامله زي عجينه الكريب. نحط حبه كمان اهو ونقلب. بعد كده هننزل بالخضره. عايزه اقول لك البصل الاخضر ده جربي الطريقه دي مش هتندمي بجد. هنقطع كده الخضره بتاعتنا على طول، طبعا نقطعها صغنن. حاطين طبعا البصل الاخضر اهو معاها، نقطعها صغنن خالص ونقطعها ونرجع لكم. بصوا بقى احنا قطعنا الخضره اهو. نحطها بقى كده على الكميه بتاعتنا الخليط بتاعنا، وقلبي بقى يا استاذه. فوائد القرنبيط حلوه قوي بجد، يعني هو مغذي، فيه خضره حلوه للحديد، فيه بيض كالسيوم، فيه نشويات، فيه دقيق، الصلصه، الطماطم طبعا حلوه جدا، الثوم مضاد حيوي طبعا للجسم. يعني بصوا وجبه كده من الاخر، وجبه كامله متكامله. بغض النظر بقى عن اي حاجه تانية انا ماليش دعوه. بصوا ده كده ايه تقيل. هنعمل ايه؟ هنزود سنه سنه كده. طبعا تدوقي الملح بتاعه تشوفي، يعني حابه تزودي تقللي ده حسب الرغبه. اه نحط سنه كمان لان هو بيتقل، خلي بالك. بقى لونه وردي جميل، خضرته مظبوطه، قوامه كل حاجه فيه تمام، حلو قوي.
كده حلو قوي. تمام، نجهز بقى الخليط اللي بعد ما نغمس فيه القرنبيط ده. القرنبيط في الخليط ده هنغمسه في الايه، في الكفر بقى الخارجي اللي هيدي طعم مقرمش جامد جدا. يلا بينا. هنا بقى الطبق التاني نحط فيه كفر اللي احنا هنغطي بيه القرنبيطه بتاعتنا. حطينا هنا دقيق، نحط نشا معلقتين، كده معلقتين نشا. تمام، اهم حاجه ما تنسيش النشا دي ما تظبط مع الدقيق تخلي كفر مقرمش لونه ذهبي حلو قوي قوي. هنحط بقى كمون، معلقه كمون او رشه كمون كده، ونحط سنه بيكنج باودر او كربوناتو برضو، وحبه ملح مش كتير احنا حاطين في الخلطه. وقلبي بقى المكونات الكفر دي على بعض زي ما انت شايفه كده. قلبي كويس عشان خاطر يبقى كله مندمج مع بعض. دلوقتي معانا القرنبيطه هي قربت تتسلق على النار خلاص. الكفر يبقى احنا عملنا هنا مع بعض خلطه القرنبيط الجامده، عملنا الكفر الجامد برضو. كده مستني القرنبيط بقى يتسلق. ماما ما يتسلق هنقطع سلطه. طبعا احنا نزلت لكم سلطه مع الكفته تلحقتي شوفوها وشوفوا ازاي تعملي سلطه زي بتاعت محلات بالظبط. انا هقطعها على طول كده من غير ما اوريها لكم، شوفوها في الفيديو التاني كمان عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده. ولو لسه مكمله معايا يا ريت كومنت حلو وتقولي انت في اي بلد بتتابعيني، واشتراك ولايك كده جميل منك. بص حبيبه قلبي اهو كده خلاص غليت معانا القرنبيط، هنطفي بقى عليها في الوقت ده. بصوا حبايب قلبي بعد ما سلقت احنا حطيناها في ميه بارده عشان خاطر تحتفظ بدرجه الحراره بتاعتها ان هي ما تبقاش تتهري معانا لما نيجي نحمرها. تمام كده هنصفيها بعد ما تشرب كده السخونيه بتاعتها تنزل خالص في الميه. وبعدين هنحمرها دلوقتي مع بعض. بصوا بقى يا حبايب قلبي خلاص احنا كده هنحمر بقى القرنبيط. في ناس بتعملوا ورديه كده زي ما انتم شايفين وتحطوا على طول، لا انا هعمله بطريقه حلوه جدا هيبقى عامل زي شرايح البانيه. بنمسك كده القرنبيطايه وناخد كده شريحه منها كده اهو. تمام بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الشريحه دي هنغمسها ايد في العجين، ايد هنا والايد التانية تبقى نظيفة. نحط دي هنا اهو كده ونمسك بقى كده ونعمل لها الكفر بتاعها كده اهو. يبقى ايد في العجين وايد فين في الدقيق. يبقى جنبنا طبق كده نحط فيه بقى الكمية لحد ما نقليه كله على بعض. نمسك وردية تانية اهي زي ما احنا اتفقنا، هنعمل كده شريحة كده ونعملها واحدة في العجين والايد التانية نضيفة زي ما اتفقنا، عشان خاطر لو انت ما عملتيش كده ايديك هتقعد تتعفص ويبقى فيها كلاكيع كده اهو. ده اهو هنكمل بقى الكمية كلها على كده ونحمره كده ونوريه لكم وهو بيتحمر. هنحطه بقى يا جماعة هنا في الزيت. حطوا كده زيت يكون طبعا مقدوح زي ما انتم شايفين كده. لو حابه تعمليه ورده كامله براحتك، بس انا بقولك الافضل كده تبقى شرايح رقيقه الاطفال تحبها، كمان نضحك عليهم اكنه بانيه يعني. بس حالا بيتعمل الكفر بتاعه اهو. نوسع بس كده لنفسنا
شايفين حاليا الكفر بتاعه بقى جميل ازاي، عشان طبعا الزيت مقدوح. تاخد كده نفسنا نحط ونتاخر. استاهل اختك يا حبيبتي. يلا بصي قوام اهو، خلاص. هو ده ايه القرمشه اللي احنا عايزينها. بصوا طريقته سهله جدا وبسيطه. دول لسه، ده لسه كمان اتعملت. بصوا حبايب قلبي بقى طبق القرنبيط المقرمش بتاعنا الجامد ده. شايفين الكفر، بصوا سامعين القرمشه، بصوا مقرمش من بره وحلو جدا من جوه، طري وجميل. وعايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا وطعمه جامد. جربوه بالطريقه دي هتعجبكم قوي. وطبعا ما ينفعش مع القرنبيط غير طبق السلطه الجامد ده، و10 20 رغيف كده. يلا والف هنا وشفا على قلوبكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. اول مره تشوفني اشتراك ولايك وشير كده، وعشان الفيديو يوصل لاكبر كم من الناس. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي. باي باي.